السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة تحرير جريمة. كنتمنى إخوان أنكم تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال وفي صحة جيدة إن شاء الله. كذلك الإخوان والأخوات كنتمنى أنكم ما تبخلوش علينا بالدعم في القناة واللايك على الفيديو، وجزاكم الله خيرا، وهذا الشيء كامل فضلا منكم وليس بأمر. والآن غادي نبداو في الجريمة ديال اليوم. الجريمة ديال اليوم اللي حقا واحد الجريمة بشعة، جريمة اللي تنفذت بواحد الطريقة اللي هي وحشية، لأن فيها مجزرة. فبلا ما نطولوا في المقدمة وبلا ما نحرقوا المراحل ديال الحلقة، نبداو فيها على بركة الله. هذا سيدنا في واحد الدوار في واحد أو في واحد الجهة أو قريب لواحد المدينة. في هاد الدوار كانت كتعيش واحد العائلة. واحد الشخص مزوج، عنده جوج ديال الأبناء. عنده واحد الولد كبير الاسم ديالو أيوب، والولد الصغير الاسم ديالو حمزة. هاد الولد الكبير كان العمر ديالو تقريبا ديك 3 سنوات فاش غتبدا الحكايه ديال هاد العائله. اما الولد الصغير فكان باقي رضيع اللي هو حمزه. هاد الزوج هذا ما كانش واحد الزوج اللي هو مسؤول، واخا انه كان عنده جوج ديال الولاد، ما كانش مسؤول ولا كان مسوق لهاد الولاد ديالو، بالحكم انه هو كان واحد الشخص اللي هو سكير، يعني سكيري، الشراب، الخمر، السهر مع صحابه. كان كيعتمد بشكل كبير على الاب ديالو. الاب ديالو هو اللي كان مكلف بالمصروف ديال هذوك الولاد ديالو، بالحكم ان هذا الزوج هذا كان عايش هو والزوجه ديالو وهذوك جوج ديال الابناء مع الوالدين ديالو. يعني هو ما كان داي حتى بشي حاجه، هو اللي كان كيهمه هو انه كيسهر مع راسو، يشرب مع صحابه، يدخل الوقت اللي بغا، وناسي انه هو راه مزوج وعنده وليدات وعنده مسؤوليه. ما على بالوش هو هادشي كامل، ومخلي الامر للاب ديالو، هو اللي متكلف بالمصروف ديالهم. الولاد ديالو الا محتاجين شي حاجه، المراه ديالو الا محتاجه شي حاجه، فراه الاب ديالو هو اللي يتكلف بها. أرن هاد الزوجة هادي فحاولت مع راجلها مرارا وتكرارا. شافت واحد الانسان اللي هو ما عندوش مسؤوليه، ما عندوش شخصيه ديال شي انسان اللي مهتم بالولاد ديالو، وعارف راسو ان راه هو مزوج، راه عنده مسؤوليه، راه ما يمكنش المراه ديالو انها تطلب شي طلب من الاب ديالو. يعني ما يمكنش ان مرات تقول للشيخ ديالها اللي هو الاب ديال راجلها راه بغيت هادي وبغيت هادي وجيب لي هادي. ولكن هاد الزوج واخا ان طلبوا هاد الزوجه ما غادي يجيب لها حتى شي حاجه، لانه هو كما قلنا اللي كيهمو هو الشراب، البليه، السهر مع صحابو، النشاط، وناسي هادشي كامل. هاد الزوجه ملي غتشوف راسها في هاد الحاله هادي فغادي تقرر على انها تنفصل على السيد او تطلق منه. داكشي اللي غدير، غادي تطلب الطلاق. هنايا غادي تطلق وغتهز داك الولد اللي هو كان رضيع، وغتمشي تعيش مع العائله ديالها. اما داك الولد اللي قلنا الاسم ديالو ايوب والعمر ديالو 3 سنوات فبقى عايش مع الاب ديالو ومع جداه وجدو. ولكن اللي كان مسؤول عليه هنا واللي كان كيردو البال هو الجد ديالو والجده ديالو. اما داك الاب فهو راه دائما في النشاط والسكره مع راسو. بسبب هاد السكره وهاد النشاط ديالو والخروج ديالو مع صحابو كل ليله فين مدوزين سهره، فواحد الليله كانوا سكرانين راجعين غتوقع واحد الحادثه ديال السير اللي غادي يتوفى فيها هاد الزوج هذا. اي توفى. هنا غادي يبقى داك الولد اللي هو ايوب اللي هو الكبير، بقى عايش مع الجد ديالو والجده ديالو. يعني ما تغيرت حتى شي حاجه في هاد العائله هادي. هذاك الولد ايوب غادي يتبع نفس الطريقه اللي دار الاب ديالو، واخا ان الجد ديالو حاول انه يقريه ما قراش. من بعد وصل واحد السن او كبر شويه في اللاج فانحرف، ولا حتى هو كيدير البليات، حتى ان واحد الوقت غادي يتبلى، غادي يولي يشرب. ولي نفس البليه اللي كان كيدير الاب ديالو، ولا كل مره خارج مع صحابو سكران مع صحابو. واخا الجد ديالو حاول معاه، ولكن هاد الولد هذا انحرف في الطريق نهائيا. الجد ديالو ما خلى ما دار معاه، حتى انه اختار واحد المره واحد الطوموبيل باش على اساس انه يخدم بها، واذا احتاجوا شي حاجه فهو اللي يتكلف بها يجيبها لهم. لان هذا الجد هذا كان كبر، حاول بالامكان ان هذاك الحفيد ديالو انه هو اللي يكلفه بديك الامور ديالو. ولكن هذا الولد هذا ما كانش مسوق لهذا العالم نهائيا، ولا غير السكره. هذيك الطوموبيل ولا كيستغلها انه كيدي فيها صحابو وكيمشي يسكر فيها. هذا الجد هذا ملي شاف هذه الحاله هذه فرجع خدا له ديك السياره ومشى باعها باش هكذا ما يبقاش هاد الولد او هاد الحفيد ديالو انه كل مره دي هذيك الطوموبيل، كل مره سكران بها في بلاصه، كل مره خارج بها مع صحابو، يقدر يدير بها شي حادثه او توقع شي مشكل.
ما علينا. هاد الولد ولا بقى عايش مع الجد ديالو، ملي كيحتاج الفلوس فراه كيجي يطلبها من الجد ديالو والجده ديالو، حتى انه كتوصل به واحد الوقت حتى انه كيبقى يعنف الجد ديالو والجده ديالو، ولاو كيعانيو معاه. يعني كيعانيو مع هاد الولد هذا. وهذا الشيء كان بالشهاده ديال الجيران، الناس اللي كانوا مقربين للعائله. قلنا هاد ايوب هذا خرج من حارف، واخا انه هو عاش مع الجد ديالو والجده ديالو. اما هذاك خوه الصغير اللي هو حمزه اللي كان مع الام ديالو، فهذاك الولد العكس ديال هذا خوه الكبير. يعني قرات الام ديالو، وحتى انه كمل الدراسه ديالو وغادي يتوظف، العكس ديال ايوب اللي هو الاخ الكبير. وهذا الاخ ديالو الصغير كل مره كيجي زياره لعند الجد ديالو، فكتوقع مشاكل ما بين خوه، ما بين الاخ الكبير والاخ الصغير. يعني كل مره كيجي عند الجد ديالو باش يشوف جدو وجداه، فهذاك كيمنعو، كيقولو ما تعاودش تجي هنا. يعني هاد ايوب كيمنع خو حمزه اللي هو صغر منه، اللي قلنا على انه هو توظف، كيقول له ما تعاودش تجي عندنا هنايا، ما تعاودش تجي تزور جدك وجدك. بالحكم انه هما الجد ديالو كان كيقارنو بالاخ ديالو، كيقول له شوف خوك راه مشى غير مع الام ديالك وراه قرا وما تبلاش وراه خدام دابا على راسو، العكس ديالك انت. هاد الهضره هادي ما كانش يبغي يسمعها هاد ايوب هذا، كيبغيش يسمعها نهائيا، او لا يقولها لشي واحد، او لا يقارنو بخوه الكبير. وهذاك خوه الصغير اللي قلنا توظف، ملي كيجي عنده فكيبقى يعاتبو، كيقول له هادشي اللي كدير ماشي مزيان، راك خصك انت تقابل جدي. هادشي اللي كيدير جدي الا لقى خدام شي فلاحه او لا يرعى شي بهايم، كيقول له راه انت اللي خصك تقابلها، انت راه خصك تخدم، هادشي اللي كدير ماشي مزيان. وهادشي كامل فقط انه كينصحو غير باش يوعيه، باش يرجعو للطريق، باش انه يتحمل المسؤوليه وما يبقاش ضايع في هذيك البليه ديالو بديك السكره والنشاط مع صحابه. ولكن هاد الولد هذا ما على بالوش بداك العالم، يعني كيتقرقب الشراب اي حاجه كيديرها. هنا الجد اشنو غادي يدير ملي غادي يشوف ان داك الحفيد ديالو كيجي عنده من المدينه باش يزورو، وكيوقع مشكل ما بينه وبين خوه الكبير، فولا كيطلب من هذاك خوه الكبير، كيقول شوف نيجي خوك، ما تبقاش انت تجلس في الدار، كي تشوف خوك جا سير خويا الدار انت حتى يمشي خوك، وديك الساعه ترجع للدار. كل مره كيعرف هذاك الحفيد ديالو انه غادي يجي من المدينه باش يزورو، فكيقول له سير انت عند صحابك، سير ليك راك دائما تسهر مع صحابك، ايوا سير خلي خوك ترانكيل معنا، كيجي يجلس معنا واحد شويه ويهضر معنا ويشوفنا، فخلي على راحته باش ما توقعش شي مشكل بيناتهم. لاننا قلنا ملي كيجيو فدائما كيوقع واحد النقاشات بيناتهم، دائما خصومه، وهاد الخصومه وهاد الشي كامل ما كانش كيبغي هاد الجد، ومبقاش باغي يسمعو نهائيا، وكيبغي داك الحفيد ديالو اللي كيجي يزورو من المدينه باش يجلس معاه على راحته، لانه هو كيشوفو واحد الانسان صالح، انسان خدام على راسو، داخل سوق راسو، ما عندوش حتى شي بليه. واحد النهار كان النهار ديال السبت، هذاك الشاب من العادة ديالو ما كيخدمش السبت، كيجي عند الجد ديالو. يعني قلنا هذا الشاب هذا هو هذاك حمزه الصغير اللي قلنا انه توظف، كيجي عند الجد ديالو. هنا هاد الجد ملي عرف ان داك الحفيد ديالو راه جاي عنده، قال ايوب غادي تخرج انت من الدار، سير شوف جلس مع شي واحد من صحابك، راه خوك جاي، حتى يمشي وديك الساعه اجي. فعلا داكشي اللي غادي دير هاد ايوب هذا، ما غاديش يتقبل هاد الهضره، ومع ذلك فغادي يخرج من الدار وغادي يمشي لعند واحد صاحبه. غادي يمشي عند داك صاحبو، غادي يبقى مجمع مع صاحبو وكيشربوا الشراب. كيشربوا هنا بقى كيشكي داك المشكل اللي عنده، وكيشكي المعاناة اللي هو كيدير راسو انه ضحية، راه الجد ديالو والجدة ديالو راه كيفضلوا خويا الصغير عليا، واشنو كيقولوا لي، كيقارنوني به، ولا كيشكيلو. ربما هذاك الصديق ديالو واش انه حتى هو قال له راه ما يمكنش يبقى يتعامل معك بهذه الطريقه، الله اعلم. المهم فرغ القلب ديالو بحال شكل انه هو اللي مظلوم. حتى نسكر مزيان، وفي واحد اللحظه قرر انه يرجع للدار. رجع للدار، ملي وصل للدار كيلقى الباب مسدود، الباب ديال الدار مسدود. هنا يعرف ان خوه راه باقي تما، يعني باقي ما مشاش. فقرر انه يمشي لواحد البيت، هذا البيت كان بجنب ديال الدار، كيديروا فيه داك شي حاجه اللي هي ما صالحاش او اللي كيستعملوها في الفلاحه، مثل شي عتله او شي شاقور. وهنا فعلا غادي يلقى واحد الشاقور وغادي يهزو. غير غادي يمشي غادي يلقى الجد ديالو في الباب، يعني الجد ديالو جاي خارج على برا، مباشره غادي يتهجم عليه بهذاك الشاقور، وغادي يبقى كيضربو حتى انه غادي يقتلو. وغادي دخل الدار، غادي يمشي عند الجده
والاخ ديالو اللي كانوا جالسين في واحد البيت. هذاك خو غير غادي يشوفوا في هذيك الحاله بين فيه الدم، هز واحد الشاقور وكان في واحد الحاله هستيريا، تعرض له باش انه يشدو، يحاول انا يحيد له داك الشاقور. ولكن هاد ايوب هذا غير غادي يقرب حتى خوه غادي يوجه له واحد الضربه بهذاك الشاقول الراس ديالو. ولكن هاد حمزه غادي يتعرض له، غادي تجي الضربه في الكتف ديالو. من بعد غادي يعاود يوجه له الضربه الاولى والثانيه والثالثه حتى انه غادي يقتلو. الجده بقات غير كتشوف هذاك المنظر، تخلعت بقات كتغوت، حتى هي غادي يهجم عليها، غادي يعطيها ضربه واحده اللي كانت كافيه للراس وغادي يقتلها. من بعد غادي يبقى كيضربهم بالشاقور حتى تاكد منهم انه ماتوا، وبقى كيقلب على الفلوس وخدا شي فلوس للجد ديالو اللي كانوا في واحد الماريو. ومن بعد خرج وسد الباب وبدل الحوايج ديالو قبل ذلك من الدم، وسد الباب وخرج ومشى في حالته. الجيران سمعوا هذيك السيده المره الكبيره ملي كانت كتغوت، عارفين السطع اللي دائما كيكون او اللي كيدير لهم هاد الحفيد ديالهم اللي هو ايوب. قال له ربما راه كيتخاصم معاهم. في واحد اللحظه بان لهم السيد انه خرج وهز الصاك ديالو، فقالوا ربما كاين شي حاجه. خلاو حتى بعد من الدار وجا كيدقوا في الدار، ولكن حتى شي واحد ما كيجاوب، حتى شي واحد ما كيهضر. فطلعوا واحد المجموعه ديال الشباب يعني فوق السور باش يشوفوا اشنو وقع في الدار. غير غادي يطلعوا، غادي يبانوا لهم هذوك الجثات ديال هذوك الاشخاص الثلاثه وسط الدار غارقين في الدم ديالهم. الناس هنا مباشره غادي يتصلوا بالدرك الملكي اللي غادي يجيو على المكان. غادي يلقاو فعلا واحد المجزرة ديال 3 ديال الجثات، كل واحد فيه مرمي. غير غادي يحلوا الباب غادي يلقاو داك الراجل الكبير هو الاول في الباب. غادي يزيدوا القدام غادي يلقاو الجثه ديال حمزه وكذلك الجده ديالو مقتولين بنفس الطريقه. هنايا الدرك غادي يعرفوا من خلال الجيران ان اللي نفذ هاد الجريمه راه هو الحفيد ديالهم ايوب، وغادي يقولوا على اننا سمعنا الغوات وراه شفنا كان هز الصاك ديالو وعرفنا انه وقع شي حاجه. الدرك هنا بقى كيبحثوا عليه كيسولوا عليه حتى انهم غادي يعرفوه انه مخبي عند واحد الصديق ديالو اللي كان عنده واحد البراكه ديال واحد البيت خارجه من المدينه في واحد الارض فلاحيه. عرفوا انه مخبي تما، مشاو غادي اعتقلوه، جابوه هو وهداك الصديق ديالو. هذاك الصديق ديالو كيقول على ان انا ما كانش في العلم ديالي ان صاحبي راه قتل جدو وجداه، يعني ارتكب هذه الجريمه. يعني ما كانش هو انه في العلم ديالو وانه جا خباه تما. وهذا الشيء غادي ياكدوا حتى داك ايوب اللي غادي يقول لهم انا راه ما قلتش لصاحبي. وهنا غادي يتقدم ايوب لانه الجريمه يعني ثبت عليه، ما كانش انها تحتاج شي تحقيق او شي بحث معمق. وغادي يتقدم للمحكمه اللي غادي يتم الحكم عليه بالقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، وغادي يتم الحكم عليه بالاعدام مع وقف التنفيذ، يعني انه غادي يقضي باقي العقوبه ديالو بالمؤبد. اما داك الصديق ديالو فبعد لما غتبين المحكمه انه هو ما عندوش علم، يعني ما كانش متستر او كان مخبي الصديق ديالو، فغادي يتم يعني الافراج عليه، ما غاديش تتابعوا المحكمه. وغادي نكونوا الى هنا وصلنا الى نهايه الحلقه. نتلاقاو في حلقه جديده والسلام عليكم.